ازاي تلم منهج كل المواد في اسبوع واحد بس؟ الفيديو ده لكل طالب في اولى ثانوي محبط وحاسس ان الوقت ضاع. اولا، الترم الاول في ثانوي هو الاصعب عليك او على اللي قبلك، مش عشان المواد ولكن عشان الحالة الجديدة المختلفة اللي بتلاقي نفسك فيها، فصعوبتها في الحالة النفسية المسيطرة. فانت مش لوحدك وهتلحق وهنعمل جدول سوا، لكن لازم ندوس بنزين على اقصى سرعة ونلتزم قوي الفترة الباقية في الترم. مقسمة لك العربي والانجليش على معظم الايام لانهم طوال، وحاطين مواد تانية معاهم عشان نلحق. ففي اليوم الأول هنذاكر النحو ونسمع فيديو الشرح ونحل ساعة، كمان هنسمع فيديو الكلمات على حسب عاوزة أبدأ بإيه. يعني فيديو مستر مصباح وكلمات بس شرح وحل عليها، وفيديو مستر إيهاب شرح كلمات وجرامر في فيديو والحل منفصل. اليوم التاني هسمع فيديو البلاغة وحل ساعة، أسمع شرح الجبر وراجع كلمات يونت 1. اليوم التالت هذاكر فيه الأدب، ساعة شرح وساعة حل، وهحل كمان على الجبر وكلمات يونت 2. اليوم الرابع قصة وتعبير، هيكونوا خفاف فهنلم الهندسة شرح وحل في نفس اليوم ده، وكمان كلمات يونت 3. اليوم الخامس هراجع على النصوص والقراءة واسمع شرح التاريخ مع كلمات يونت 4. أما اليوم السادس فبرعاية العلوم المتكاملة، هشوف فيديو الشرح وحل على التاريخ بتاع امبارح مع كلمات يونت 5. في اليوم السابع هسمع شرح الفلسفة وشرح حساب المثلثات مع يونت 6. آخر يوم بقى هحل على الفلسفة وحساب المثلثات، وكمان هراجع على الجرامر والقصة لأن الفيديوهات بتاعتهم قصيرة. كده هيبقى باقي يوم واحد على امتحان العربي، وده اللي احنا طبعا فيه هنكون بنراجع بس عربي. هتلاقيني مجمعالك كل المراجعات دي في كومنت وسايبالك في آخر بوست ازاي نقسم اليوم بتاعنا عشان ننتج ونلتزم بالجدول. فلو لقيت الفيديو ده مفيد شيره مع صحابك.